ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض طريقه السمك البلطي. اهو انا جبت سمك بلطي ونضفته. لازم اهم حاجه تنضفي السمك من جوه كويس جدا وتفتحيه للاخر كده عشان التتبيله تخش فيه من جوه كده، اهو كده بالشكل ده، وتفتحيه فتحات هنا كده بالشكل ده عشان الفتحات ديت يخش فيها التتبيله فتدي طعم كويس. وكمان بتنقعيه في ملح وخل وميه لفتره حوالي نص ساعه. طفي كده الخياشيم بتاعه الراس بالشكل دوت تبقى نظيفه، وبعد كده بتغسليه وتصفيه بالشكل ده في المصفى كده. انا هعمل التتبيله معاكم دلوقتي. انا جايبه هنا بعمل فلفل حامي وفلفل رومي وتوم، بعمل الخلطه ديت كميه كبيره وبحتفظ بيها في الفريزر بالشكل ده، وبطلعها وقت الاستخدام لما اكون هعمل سمك. بطلعها باخد منها اللي انا عايزاه، بفكها شويه وبعد كده باخد اللي انا عايزاه وبعدين برجع احطها في الفريزر تاني. معايا توابل، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه. كمان معايا هنا ليمون، حوالي 5 ليمونات او حسب كميه السمك اللي انت عاملاها. وكمان هحط خل، حوالي نص كوبايه خل صغيره او 4 معالق خل كبار. هحط دلوقتي التتبيله، والتتبيله انت بتحطيها حسب كميه برضو السمك اللي انت هتضيفيه. بضيف على التتبيله الليمون وخل تاني، واحط لها كمان ملح وفلفل وكمون وكزبره كده. انا عصرت الليمون وحطيت الملح على الخلطه دي، وهبدا احط التوابل اللي هي الكمون والفلفل الاسمر والكزبره الناشفه، وهبدا كمان احط خل، حوالي 4 معالق خل، وحطيت ملح حسب كميه السمك، وهقلب الخلطه كده. وهبدا بقى اتبل السمك. هاخد السمكيه كده احط لها التتبيله من جوه اهي كده، والفتحات ديت احط فيها كده. لازم تحط لها تتبيله كويس عشان تبقى طعمها حلو. تبلت السمك كله اهو، وفضل معايا شويه خلطه كده هضيفهم على وش السمك. وكمان لما تيجي تعملي السمك بتكتري الماده الحمضيه اللي هي الخل والليمون، عشان الحاجات ديت بتدي طعم حلو للسمك. وبحتفظ بقشر الليمون دوت عشان وانا بقلي السمك بحطه في الطاسه، فبيخلي ريحه الزيت ما تبقاش وحشه، بيدي ريحه كويسه في القليه. انا هخليه يتبل لمده ساعه وبعد كده هبدا اقليه معاكم. اعمل دلوقتي رز السمك. جبت بصلايه وحمرتها بالشكل دوت، حطيت حوالي معلقتين زيت كبار وبصلايه متوسطه وحمرتها كده بالشكل ده كده. لازم احمرها كويس. انا هعمل الرز النهارده رز بالصلصه او رز اللي هو الاحمر او بالطماطم، اي مسمى يعني دوت اسمه الرز الاحمر بنعمله للسمك. وده نوع من انواع الرز المختلفه، في الرز البني وفي الرز الاحمر وفي الرز الاصفر، في الرز الابيض، في رز مفلفل، في رز بالشعريه. كل دي انواع الرز او اسماء الرز. وفي كمان رز بالنعناع انا عاملاه عندي على القناه مع الفراخ. لو حابه تشوفي طريقه الرز بالنعناع مع الفراخ المحشيه هتلاقيها على القناه عندي. ودي 4 معالق صلصه كده. الطريقه بالتفصيل برضو انا عاملاها فيديو عندي على القناه، طريقه عمل الطماطم او صلصه الطماطم في البيت. دي نص معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون صغيره، ملح حسب عدد كوبايات الرز اللي هتعمليها. كل كوبايه رز معاها معلقه ملح. بقلبهم كده. ودي بتدي الطريقه دي بتدي للرز شكل حلو وطعم حلو، طعم مختلف. لو ما عندكيش الصلصه وحابه تعملي الطريقه دي ممكن تجيبي 3 طماطمات او 2 كبار وتعملوهم في المبشره كده، وبعد كده بتضيفيهم للبصل. دي برضو بتبقى طريقه سهله كده. خلاص
الطماطم كده بقت جاهزه معايا، هضيف عليها الرز واشوحه فيها. نفضل نشوح الرز لحد ما ياخد اللون الصلصه ده كله. بس كده انا هضيف الميه على الرز. هو اتشوح خلاص الطماطم والبصل والتوابل. كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، يا اما لو مش هتعايري بالكوبايه بتغطي، تحاولي ان الرز يبقى متغطي كده حوالي سنتي بعد ارتفاع الرز نفسه. وبتظبطي الملح بتاعه عاليه لحد ما يتشرب، وبعد كده بتهدي النار وتكملي تسويته على نار هاديه، وتحطي شياطه تحت الحله عشان تكون الحله مرفوعه عن النار عشان الرز ما يلزقش من تحت. انا جهزت الدقيق اللي هحط فيه السمك، بس هبدا قبل ما احط فيه السمك هبهره الاول. هحط له معلقه كزبره او التوابل دي بتدي طعم حلو للسمك كده، ومعلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه ملح اهي، واقلب كده التوابل في الدقيق. وخلاص السمك اهو اتبل معايا. هبدا اخد بقى السمكه كده اهي بالشكل ده واحطها هنا بقى كده، ولازم الحته دي بقفلها كده عشان التوابل اللي جوه ديت اللي هو الفلفل والليمون والحاجه ديت ما تطلعش بره بطن السمكه كده. وانا بحمره وبرش كده وبضغط على السمكه كده، وباجي هنا كده لازم ادوس على الحته الجزء ده كده، ببل صباعي من الليمون والحاجه اللي في الطبق اللي انا متبله بيه كده، ببلها كده هنا وابدا اضيف عليها دقيق. الحركه ديت بتخلي السمكه تبقى مقفوله لما نيجي نحمرها ما تتفتحش معانا في الزيت عشان ما تطلعش التوابل اللي فيها اهي. ولازم اضغط عليها كده اهي، وابدا احطها هنا كده، واجيب واحده تانية وبرضه هعمل نفس الحكايه كده. هحط الدقيق عليه، لازم تبقى كميه دقيق كويسه اللي انت حطاها في الصينيه. السمك اللي من تحت دي تبلي صباعك كده بالميه اهي، وتحطيها كده على السمكه هنا، وتبداي تضيفي عليها دقيق اهو. كده بتخلي السمكه تقفل خالص ما تتفتحش معاكي في الزيت، تحافظي على شكل السمكه. السمك انا عملته اهو، هنفضه من الدقيق كده وهبدا اضيفه. انا جبت طاسه وحطيت فيها زيت اهي بالشكل ده، وابدا احط فيها السمك السمك بدأ يتحمر معايا بالشكل دوت، خد اللون الذهبي. لازم تطلعيه ذهبي، بتحطيها كده على الناحيه دي كده عشان تصفي الزيت الزايد اللي فيها. لازم السمكه تبقى واقفه كده بالشكل دوت عشان تصفي الزيت. مع السمك سلطه خضراء مكونه من جزر، خيار، طماطم، فلفل رومي، بقدونس، بصل اخضر، كمان كرنب اللي هي كرنبة السلطه ديت، باخد منها ورقه كده بعمل بيها السلطه اهي. شكل الكرنبايه دي بتبقى كرنبة سلطه. ودي المقادير بتاعت السلطه الخضراء. لو ما عندكش بصل اخضر ممكن تستخدمي البصل العادي. ده شكل السمك بعد ما خلصته، ودي السلطه الخضراء اهي، وده الرز الاحمر. وبالهنا والشفا، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، ولو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش اللايك والشير.